اي حد بيحب الموز ومش هيعمل الكيكه دي بجد خسران. الكيكه دي هديه للناس اللي بتحب الموز. ميكس كده جميل جدا، معمول كده مع بعضه بالموز بيخلينا في حته تانية خالص. طعمها وهمي بجد، هشه جدا وطريه جدا. نقدر نحط فيها اضافات كتيره قوي، بتبقى حلوه قوي. يعني عايزه اقول لكم طعم مميز جدا من الكيك بجد، ومقاديرها بسيطه جدا ومتوفره عندنا كلنا. اما بقى عن الحاجه الاحلى من ده كله، ان احنا هنعمل الكيك ده بالموز الطري الاسود اللي بيكون عندنا، ومنبقاش عايزين ناكله. ما بيبقاش بايظ ولا حاجه، سليم، بس هو بيكون ايه، طري شويه كده ومسود. وبصراحه الموز لما بيوصل للمرحله دي بيكون احلى موز ممكن نعمل بيه اي نوع كيكه ممكن نعملها. تعالوا نشوف مع بعض عملناها ازاي بمنتهى البساطة زي ما اتعودتوا معايا. مقادير مظبوطة بالملي، وكمان نتيجة مضمونة من غير اخطاء ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو، معاكم هلا ابو بكر. اعملوا لايك وشير للفيديو عشان اكبر عدد نشوفه. ويلا بينا نقول بسم الله ونبدأ على طول. اولا هحتاج كوباية الا ربع من السكر العادي. السكر هنا عادي، حبيبات عادي، وعليها نص كوباية من الزيت. عايزه اقول لكم ان المقادير مفيش اسهل ولا ابسط منها، وزي ما انتم شايفين هي بالكوبايه اهي. هبتدي بقى اضرب السكر والزيت مع بعض كويس قوي لحد ما احس ان السكر كده بدأ يدوب شويه مع الزيت. خلاص. طبعا انا مسرعه لكم الفيديو جدا، يعني ناخد حوالي من 3 ل 4 دقائق كده ضرب. خلاص كده يعني الى حد ما داب. يلا بقى نشوف الموز هنحطه ازاي. عندي 3 موزات، بستخدم 3 حبات من الموز، يعني 3 وحدات من الموز زي ما انتم شايفين كده. المستوي اللي لونه مسود، بس طبعا مش بايظ، يعني هو سليم وزي الفل، بس هو بيبقى مسود من بره ومستوي قوي وطري. عايزه اقول لكم ده احلى موز يتعمل بيه الكيك. يعني ممكن لو عندنا موز عادي كده نستخدمه، بس مش هيطلع لنا نتيجه حلوه زي الموز الاسود الطري ده. ببدأ بقى اخد الموز كده واهرسه كويس قوي 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 على قد ما اقدر. تقدروا طبعا يعني تضاعفوا الكميه، يعني بدل ما نحط بيضتين بس وثلاث موزات نحط 6 موزات واربع بيضات، يعني لو عايزين نضاعف الكميه. بس عايزه اقول لكم ان الكميه دي هتعمل لي كيكه حلوه جدا وحجمها حلو. زي ما انتم شفتوا كده انا هرست الموز قوي لحد ما ايه، يعني قدرت اخليه بوريه على قد ما قدرت، يعني ناعم كده وما فيهوش تكتلات كتيره او كتل كتيره. خلاص كده تمام. هبتدي بقى اجيب الخليط بتاعي، الزيت والبيض والسكر، وهبتدي انزل بالموز عليهم. عايزه اقول لكم ان انا في الوقت دوت فاتحه الفرن على درجه حراره وسط، عشان لازم لما اجي ادخل الكيك عندي يبقى فرن ساخن. هبتدي بقى اضرب الموز مع الخليط اللي احنا اتفقنا عليه او ضربناه قبل كده كويس قوي. انا عايزه هنا الموز يندمج كويس قوي، مش بس كده، عايزه كمان لون الخليط هيفتح زي ما انتوا اخدتوا بالكم كده، بدأ يفتح معايا ويهيش شويه او يعلى شويه، يعني الخليط هيتغير. هبتدي اضرب كويس قوي برضو مده ما تقلش عن 3 او 4 دقايق، اتاكد ان الموز اندمج كويس قوي وكمان اللون اتغير والقوام كمان. خلاص كده تمام. كده انا ضفت عندي كل المكونات السايله. هنضف بس الطبق بتاعي عشان انزل اي حاجه على الحروف لو ما اتضربتش كويس. نقدر نعمل الخطوات دي كلها زي ما انا عملت كده في الخلاط لو ما عندناش المضرب. خلاص. بعد كده بقى هبتدي اضيف البيضتين. يبقى انا ضفت في الاول السكر والزيت، ضربتهم كويس قوي، بعد كده نزلت عليهم بالموز. بعد كده هنزل ببيضتين اتنين، وطبعا فانيليا. اول ما بنحط البيض مصاحب ليه على طول الفانيليا. خلاص. هبتدي اضرب كويس قوي بقى برضو لما البيض يندمج، وبرضو هنلاحظ ان الخليط عندنا لونه بيتغير والقوام بتاعه بيتغير، وده بيحصل كل ما اضرب في الخليط بتاعي. كل ما اضيف حاجة جديدة بتغير القوام واللون. خلاص كده هضرب كويس برضو لحد ما احس ان البيض خلاص اختفى وتمام كده مع الخليط. بعد كده بقى انا كده خلاص خلصت المكونات السايله كلها. هبتدي اجهز في المكونات الجافه. المكونات الجافه عندي هتكون عباره عن كوبايه ونص من الدقيق العادي متعدد الاستخدام. طبعا انا الدقيق عندي بنخله. عايزه اقول لكم ان في اي نوع من انواع الكيكات اللي بنعملها لما بننخل الدقيق بيدينا نتيجه ممتازه، بيديني كيك هش كده طري، حاجه حلوه جدا يعني. فما تستغنوش ابدا عن الخطوه دي او تستسهلوا وتقولوا يلا مش مشكله، هتطلع نتيجه كويسه بس مش زي الدقيق وهو منخول. هضيف كمان على الكوبايه ونص دقيق معلقه كبيره من النشا، وهبتدي انخل ده برضو كل ده مع بعضه. انا حبيت هنا انخل النشا مع الدقيق.
خلاص كده تمام. كمان هضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان عليها نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا او الكربوناتو. يبقى انا ضفت نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة بيكنج صودا، ورشة من الملح يعني اقل من ربع معلقة صغيرة. وهبتدي بقى اقلب ده كله. طيب احنا لو عملناها في الخلاط طبعا الخطوة دي هتبقى تقيلة جدا في الخلاط. هصب الخليط في الطبق اللي عندي، وابتدي اجيب عليه المواد الجافه، وهبتدي اقلب بقى بالمضرب اليدوي العادي بتاعي ده اللي هو بتاع المطبخ اللي بنضرب فيه البيض، او باي سباتولا، لحد ما الدقيق يختلط كده، ومش محتاجه اكتر من كده. انا هنا بضرب كويس بس عشان الدقيق يخش في الخليط كله. نقدر نعمل الخطوه دي زي ما قلت لكم بايدينا من غير اي ادوات كهربائيه. تمام. خلاص كده. طبعا انا قلت لكم ان الفرن عندي متسخن. انا باخد بس الحواف بتاعه الكيك كده وانزلها، علشان بعد كده الاضافه اللي هضيفها. تعالوا بقى الخطوه الجايه دي. لينا عندنا اختيارات كتيره، ممكن جدا نضيف شوكولاته شيبس زي ما انا حاطه كده، ممكن نضيف اي نوع مكسرات، ممكن كمان نضيف زبيب. بصراحه بتبقى حلوه قوي قوي بالزبيب كمان. ويا سلام بقى لو حطينا مع الزبيب مثلا عين جمل او لوز، بتبقى رهيبه بجد. يعني لو عندكم مكسرات جربوا تحطوا المكسرات مع الزبيب، طعمها رهيب. انا مش عندي فبستخدم الشوكولاته الشيبسي دي، بتطلع لي نتيجه ممتازه برضو، حلوه جدا جدا. الشوكولاته مع الموز لما بتسيح بتدي طعم او ميكس كده خطير. هجيب بقى صينيه المطبخ او صينيه الفرن اللي انا هستخدمها. يعني انا هنا مستخدمه قالب مقاس 24 زي ما انتم شايفين كده. ده شكله تقدروا تستخدموا القالب اللي بالطول يعني، او اي قالب انتوا حابينه. يعني انا حابه الشكل ده. من المستحسن ان احنا نبطن القالب بتاعنا بورق زبده، بس انا ما كانش عندي ورق زبده فاتصرفت. يعني مش زي ما قلت لكم مش هنقول لا في اي حاجه، يعني كل حاجه نقدر نعملها في البيت. عملت ايه؟ اديته مسحه من الزيت كويسه، واتبطنت بالدقيق كويس، ونفضت الباقي، وصبيت الكيك زي ما انتم شايفين كده. تمام. اقدر طبعا احط ورق زبده زي ما اتفقنا. خلاص كده انا بعصية الشيش طاووق دي بس بعمل كده الزجزاج ده او الرايح جاي ده، علشان الكيك عندي معلاش من ناحية ويهبط من ناحية. دي من اسباب اللي الكيك يطلع عندي كله سوا واحد او مية واحدة. تمام. اول حاجة ان احنا نقلب البيكنج باودر كويس مع الخليط، وتاني حاجة اعمل الحركة اللي انتوا شفتوها دي، بتخلي لي الكيك يظبط قوي في السوا وما يطلعش حاجة اعلى من حاجة. بعد كده هبتدي اجيب بقى شويه من الشوكولاته وارشهم على الوش، بيديني نتيجه مبهره. يلا بقى هندخلها الفرن على درجه حراره 180 زي ما اتفقنا. الفرن متشغل قبلها بحوالي 10 دقايق، يعني الفرن سخن. هتقعد بالظبط حوالي 40 دقيقه، وبعد كده ابتدي اختبرها. طبعا بختبرها بخله سنان، اول ما تطلع معايا نظيفه خلاص. بس نخلي بالنا هتطلع فيها حتت من الشوكولاته سايحه عليها يعني، مفيش فيها مشكله. ادام طلعت نظيفه ما فيهاش عجين هي كده استوت. لكن الشوكولاته لازم تبقى سايحه جوه فهتطلع معانا فيها شوكولاته. تمام كده. بس هنسيبها تبرد بقى ونقدمها في طبق التقديم، ونقدر نقطعها زي ما احنا حابين. نتيجتها حلوة جدا جدا زي ما انت شفتوا كده. ادتني كمية ممتازة، يعني المقادير بتاعتها قليلة بس ادتني كمية ممتازة. يا سلام عليها بقى قطعة منها ولا اتنين كده مع فنجان قهوة ولا كوباية شاي، هيبقى احلى فطار او احلى عشاء. بجد جربوها هتعجبكم جدا، وهتبقى حلوة جدا للولاد كمان في اللانش بوكس. طعمها مميز جدا وفيها قيمة غذائية عالية. وبكده تكون وصفة النهاردة خلصت، ولكن وصفاتنا كتير قوي ومش هتخلص ان شاء الله. تابعوني هنزل لكم كل جديد. الفترة الجاية دي هعمل لكم انواع كتيرة قوي من البسكوتات والكيكات ان شاء الله تعجبكم. وبما انكم وصلتوا معايا لنهاية الفيديو يبقى اكيد الفيديو عجبكم. يا ريت بقى اللايك والشير، ولو كنتوا اول مرة بتشوفوا قناتي على اليوتيوب يشرفكم اشتراككم في القناة وتفعيل زر الجرس، واقول لكم مع السلامة.